أنا متأكدة بعد فيديو النهارده مستحيل تشتريه من برّه تاني، يالّا نسمّي بالله ونبتدي على طول. أول حاجة كده معايا كمية من صدور الفراخ ومقطّعاها رفيّع يعني زي البانيه كده، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أجيب كل قطعة أقسمها 2، هو مش بيبقى نفس رُفع البانيه بيكون أتخن شوية، هاوريكِ السُمك دلوقتي، هابتدي بس إن أنا كل قطعة كده هاقسمها 2. أنا استخدمت في وصفة النهارده كيلو كامل، طبعًا ممكن تستخدمي كمية أكبر أو أقل براحتك خالص. خلاص أنا باوريكِ هنا السُمك بيكون شكله كده. بعد كده هاحط بقى كل قطع الفراخ بتاعتي دي جوّه طبق كبير وهاضيف لها بيضة وكوباية من الحليب، وممكن نستبدل الحليب بكوباية من المَيّة، بس طبعًا تكون مَيّة ساقعة. هابهرها بملح وفلفل أسود، رشة من ال7 بهارات، ضفت كمان ربع معلقة صغيرة من مرقة الدجاج، معلقة كبيرة كده من البصل البودر، رشة صغيرة من البابريكا، ورشة صغيرة من الكاري، ما باحبش أحط كركم، باحب أحط كاري بيكون طعمه أجمل كتير. ضفت 3 معالق كبار من الدقيق، وهابتدي بقى إن أنا أقلبهم مع بعض كويس، ولو حسينا إن الخلطة دي تقيلة ممكن نزود شوية حليب أو شوية مَيّة براحتنا ما فيش مشكلة. هاغطيهم واسيبهم بقى شوية كده يتبلوا. ممكن تسيبيهم ساعة 2 من بالليل للصبح براحتك خالص، غطيهم كويس ودخليهم التلاجة ويلا على طول نعمل الكفر مع بعض. محتاجة بقى كوبايتين من الدقيق، وهضيف لهم كمان ربع كوباية من النشا وربع كوباية من البقسماط أو الفيجيتار بيدوا طعم تحفة جدا. بعد كده هضيف لها بقى معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة، وهنضيف الملح، فلفل اسود، وهنحط كمان شوية من البابريكا كده صغيرين، ولو عايزين نحط شطة براحتنا. هحط بقى هنا كركم، مش هحط كاري، معلقة صغيرة، وهنحط ال7 بهارات، رشة صغيرة من مرقة الدجاج، وآخر حاجة هضيفها ربع معلقة صغيرة من البصل البودر. وادي الخلطة الجافة بتاعتي جاهزة. وقبل ما انسى بفكركم بالتطبيق المجاني اللي دايما بسيب لكم الرابط بتاعه، ولو أول مرة تسمع عن التطبيق ده تطبيق أكل فيه وصفات كتير مكتوبة بدون إنترنت، تقدري تحمليه أول مرة بنت وبعد كده يكون موجود على تليفونك، هتشوفي الوصفة في الوقت اللي تحبيه. في وصفات كتير مكتوبة وفي وصفات أكتر بدون لحمة ولا فراخ. هسيب لك الرابط بتاعه في التعليقات، حملوه وقولوا لي إيه رأيكم بقى في التعليقات. جبت قطع الفراخ بتاعتي وهابتدي بقى إن أنا أحطها في الكفر كده زي ما أنتِ شايفة بالطريقة دي، طريقة سهلة جدًا. ولو عايزة السمك يكون أتخن من كده يعني الطبقة الخارجية، ممكن تنزّلي قطعة الفراخ في شوية من المَيّة وترجعي تاني تحطيها في الخلطة الجافة، هتعمل معاكِ طبقة أسمك من كده. ولكن أنا بصراحة ما باحبش الطبقة دي بتكون سميكة، يعني باحس إن السمك ده بيكون مناسب جدًا. خلاص كده أول بقى ما خلصت كل الكمية أو شوية كده من الكمية هاطلّعهم بقى من الخلطة الجافة. ما بنطلّعش قطعة، قطعة، يعني بتخلّصي الكمية كلّها وبعدين تطلّعيها مرّة واحدة. طبعًا لو عايزة تشيليها في الفريزر تقدري تشيليها في المرحلة دي، ولكن بين الطبقة والتانية بنحط أكياس كده عشان لمّا نيجي نطلّعها بتطلع معانا بمنتهى السهولة. زي ما أنتِ شايفة خلاص. هاجيب بقى شوية زيت حلوين كده واستناهم لمّا يسخنوا كويس جدًا، وانزل بقى بقطع الستريبس بتاعتي زي ما أنتِ شايفة كده ما شاء الله اللهم بارك، ما بياخدوش أي وقت. طبعًا في الأول النار بتكون عالية وبعدين آخر 5 دقايق بنهدّي النار للوسط، وخلاص بتكون جاهزة معانا، عمرها ما بتشرب زيت وبتكون مقرمشة جدًا. جرّبوا الطريقة دي وقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات، ولو عجبِك الفيديو دعمونا بلايك ودعوة حلوة من قلبكم زي ما أنتم معودينّي في تعليقاتكم الحلوة.